ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نعملها مع بعض فطار سابع يوم رمضان ونعمل التحلية مع بعض. انا هنا النهاردة هعمل معاكم عجينة القطايف في البيت وهنحشيها ونقليها مع بعض وكل التفاصيل بدل ما نشتريها من بره. معايا هنا اول حاجة معايا كوباية من الدقيق هنزل عليها بكوباية وربع من المية. دي اول كوباية من المية وده الربع الكوبايه اهوت. هنزل عليهم كده يبقى كوبايه دي عليها كوبايه وربع من الميه. انا هعمل كميه قليله مش هضاعف الكميه. والكميه دي هتطلع معايا نص كيلو من القطايف. نص كيلو ده انا بشتريه من عند الراجل ب20 جنيه. انا عملته في البيت وبكوبايه دقيق واحده بس. هنزل عليهم بايه بقى مع كوبايه الدقيق وكوبايه الميه. هنزل عليه بنص معلقه من الخميره ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر نص معلقه صغيره من الخميره ومعلقه من السكر وذره ورشه ملح. هاضربهم بقى كويس بالهاند بلندر او اضربيهم في الخلاط. اضربيهم كويس جدا. لو حابه تصفيهم صفيهم بس هو الخليط معايا مظبوط فمش محتاجه ان انا اصفيه. لو ضرباه بقى باللي هو المضرب اليدوي تقدري تصفيه لا يكون فيه تكتلات ولا اي حاجه. هجيب مع طاسه سخنه. اول مره بس هدهنها دهنه زيت. بعد كده مش هدهنها تاني. ده عشان يديك اللون الذهبي من تحت وحلو كده. هنزل كده بكميه بسيطه كده هتحكمي مع نفسك كده بكميه القطيف اللي انت عايزاه. عايزاها بقى ميني عايزاها اللي هي القطيف اللي هي العصافيري او اللي هي الكبيره شويه او الحجم اللي هو المعتاد تتحكمي فيها بايديكي في الكميه اللي انت هتنزليها. على طاسه سخنه. تنزلي كده باول واحده كده وبصي عامله ايه. اللي هي الفقاقيع دي صغيره تعرفي ان العجينه معاكي ناجحه. لو لقيتيها واسعه هتروحي تضربي تاني الخليط بتاعك بالهاند بلندر اهو. تقلبيه بالمعلقه كويس جدا عشان كده اختمر منك زياده عن اللزوم ترجعي تستخدميه تاني. بصوا يا دوبك بس العجينه تختفي من الوش تطلعيه ما على طول هو تقلبوش كده على الوش استوى بتاعه معاكي. الحاجة. القطايف مش بتتقلب انت بتعملي كده اول بقى يبدا بقى يطلع الفقاقيع بقى اللي هي وتكون ضيقه كده تمام. وسعت معاك اللي هي الفتحات اللي هو بيعملها دي هتاخديها وتديها تقليبه تاني كويس. تنزلي بقى بكل الكميه بتاعتك بقى لحد ما تخلصي. اهم حاجه هتطلعيها على فوطه. اهم حاجه تطلعيها على فوطه وتغطيه. ترصي القطايف على فوطه وما تحطهمش فوق بعض وتغطيهم. اول ما العجينه معاكي من على الوش هتلاقيها اختفت كده خلاص كده يتعرف ان هي استوت معاكي تمام تطلعيها. بصوا انا بقى حسيت ان هي يعني بقى الفتحات اللي هي الخرام اللي هي الفقاعات بتاعتها بقت واسعه. فانا بقى رحت عطيت تقليبه كده للخليط تاني على ايديا ما حطيتش بصراحه بلاند بلند قلبته كده بالمعلقه كويس جدا. واستخدمه لان كده كان خمر من انا كنت اخرت شويه في العمايل. جيت هنا هنعمل بقى كل الكميه بتاعتي بقى لحد ما اخلصها. واطلقه لحد ما اخلص كل الكميه بنفس الخطوات تختفي العجينه او الوش الابيض. هتطلعيها على طول وتسويها من الجهه واحده. لقيت الخليط بتاعك حسيتيه خفيف هتحطي له معلقه دقيق وتضربيه كويس تاني. شايفين واخده معانا لون جميل واخده معانا سوا حلو. جميله طريه معانا اهم حاجه تغطيها كده وتسيبها بقى متغطيه كده لحد ما تبرد وتهدى معانا. بصوا شايفين بصوا بقى الفقاقيع بتاعتها او اللي بصوا ضيقه ازاي مش واسعه. يعني معنى كده ان انا لو لقيتها واسعه اعرفي ان هي تخميرها خمرت منك اديها تقليبه تاني عشان تفك التخميره بتاعتها. بصوا بقى شايفين الكميه اللي انا عملتها. بصوا عملت كميه ما شاء الله جميله وطريه. انا وزنتهم على الميزان لقيتهم نص كيلو. شايفين ما شاء الله دي كل الكميه اللي انا عملتها معاكم. شايفين قد معانا طريه وجميله وحلوه. اهم حاجه زي ما قلت لكم تسيبها متفرده كده على فوطه ما تحطهمش فوق بعض. شايفين الجمال. على فكره ممكن اول واحده تبوظ معاكم مفيش مشكله. على ما تعرفي تظبطي درجه حراره الطاسه بتاعتك. يعني بصوا انا هوريكم دلوقتي. اول اتنين انا عملتهم ما كانوش ظبطوا معايا كانوا بايظين معايا. بصوا اهي. شفتي انا اول واحده نزلت بصي كانت متفتحه معايا ومش حلوه. وبعد كده لما ظبطت درجه الحراره بقى والطاسه سخنت معايا كانت الطاسه سخنت قوي. بعد كده ظبط معايا العجينه واديكوا شايفين اهو القطايف معانا عامله ازاي وحلوه ازاي. هحشيها انا بقى معاكم. هحشيها كاستر بالفراوله. كنت عامله كاستر بالفراوله. هاخد طبق كده وهبدا احشي بيه القطايف. ممكن بصي يعني احنا معتاد بنحشي القطايف لا اما شوكولاته لا اما مكسرات بزبيب وجوز الهند مش عارفه جربي بقى تحشيها كاستر. يا سلام على الجمال وسلام على الطعم والحلاوه. ممكن تحشيها تاخدي كوبايه لبن عليها معلقه نشا او معلقتين نشا وممكن معلقه سكر وتقلبيهم مع بعض كويس لحد ما يتقل معاكي ويبرد خالص تبداي تحشي بيه. روعه. كاستر عندك احشيه روعه. بصوا قفلت معايا جميله ازاي. روعه واوفر من بتاع بره. ما كلفتناش حاجه. بدل ما اروح اشتري نص كيلو ب20 جنيه. ادينا عملتها في البيت معاكم وبكوبايه دقيق واحده بس. يعني ممكن تشتري كيلو دقيق بال20 ديت ويعمل لك يكفيكي كميه كبيره قوي.
يعني يكفي معاك كميه كبيره. هبدا بقى ايه احشي بقى القطايف بتاعتي كل الكميه كده. انا حشيت يعني بصوا اكترها كاستر، وكام واحده كده حشيتها ايه زبيب على جوز الهند وزداني. لما خلصت حشي بقى جيبي بقى طاسه كده تكون فيها زيت سخن كده، وهنزل بيها بقى فيها في القطايف بتاعتك تحمري. ومعانا الشربات بتاعنا يكون بارد. شرباتنا ايه؟ شربات القطايف ايه؟ كوبايتين من السكر عليها كوبايه ونص من الميه. إيه ده الشربات، او تحطيهم على النار ما تقلبيش فيهم، ما تقلبهمش. اول بس ما يغلوا معاكي تنزلهم عليهم بنص عصره نص ليمونه، وبعد كده تديهم تقليبه 10 دقايق، تقفلي عليه البوتاجاز، وبعد كده تحطي ورقه الفانيليا. هاقلي بقى كل الكميه بتاعتي، واللي قليه طلعيه حطه في الشربات على طول. لو انت بتحبيها تبقى مقرمشه معاكي بقى وناشفه وكده وحلوه، طلعيها على مصفى، تنزل بقى الزيت بتاعها وتبرد كده، وبعد كده تنزلي بقى ايه في الشربات. بس بصراحه ما اكذبش عليكم، احنا بنحبها ايه يعني ايه مش ناشفه قوي، عشان برضو الاطفال يعرفوا ياكلوها يعني. هاقلي بقى كل الكميه، واللي قليه طلعيه حطه في الزيت، في الشربات عفوا. وهفرجكم الشكل النهائي معاكم. وهنا بقى ايه حمرت كده، دي كان اخر كميه معايا بقى كده. حمرت كل كميه القطايف، شايفين ما شاء الله عامله معايا كميه كبيره وحلوه ازاي. بصوا شايفين الجمال، شايفين الحلاوة. روعة 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 والله العظيم، روعة وجميلة وأحلى من بتاعة بره ونضيفة وعاملاها في البيت. بصوا بقى كده، شايفين بقى الكاستر جواه جميل ازاي، وما خرجش ولا واحدة فيهم فتحت ولا أي حاجة، زي ما قفلناها ما فتحتش معانا وجميلة. انا بحبها كده تبقى غرقانه كده شربات يعني. ودي بقى بص كان عندنا اكل فاضل من امبارح، من اللي هو البسله باللحمه. كانوا عاملين بصراحه خلص كلياته. عملت جنبها طبق سلطه كبير كده. وكان عندي برضو رز بشعريه سخنته، وقليت جنبهم بطاطس. وفي بقى اللي كانش عايز ياكل رز بالبسله عملته رز على بيض مقلي، وحطيت طبق القطايف ومخلل، وعملت عصير اقول لكم ايه ميكس كده، فراوله على جوافه وعلى حته مكعب منجر كده، وضربته في الخلاط. جميل 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 والله، طعمه حلو قوي. جربوا الميكس ده وقولوا لي. بصوا حلو قوي. وما تنسوش تشتركوا عندي في القناه، وتعملوا لايك للفيديو، وتدعموني، وتشاركوني افكار، تشاركوني ايه افكار، ايه الفطار اللي انتوا بتعملوه، ادوني افكار ناخده من بعض افكار. اعملوا لايك، اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.